5 أسماء جديدة تشعل حماس الجماهير في لائحة المنتخب المغربي لمواجهة أفريقيا الوسطى. يترقب الجمهور المغربي التعديلات التي سيجريها وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس على قائمة المنتخب المغربي التي سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري. ويستعد المنتخب المغربي لمعسكر إعدادي استعدادا لمواجهة جمهورية أفريقيا الوسطى يومي 12 و15 من أكتوبر على الملعب الشرفي بمدينة وجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس أفريقيا 25 المقرر إقامتها في المملكة المغربية. من المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب تغييرات كبيرة نظرا لتراجع مستوى بعض اللاعبين وتألق آخرين مع أنديتهم، بالإضافة إلى غياب أسماء بارزة بسبب الإصابة أبرزهم حكيم زياش وإبراهيم دياز نجم ريال مدريد. وتعد هذه المباريات فرصة للمدرب الركراكي لاختبار مجموعة من اللاعبين الجدد، خاصة وأن أسود الأطلس تأهلوا تلقائيا للبطولة كونهم البلد المضيف للنسخة المقبلة. وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية أن زياش ودياز سيغيبان رسميا عن مباراة جمهورية أفريقيا الوسطى شهر أكتوبر بوجدة. وأبرز التقارير أن هناك لاعبين آخرين حظوظهم ضعيفة للغاية للوجود في المعسكر الإعدادي القادم، ويتعلق الأمر بكل من أشرف داري مدافع النادي الأهلي المصري الذي يفتقد التنافسية، وحارس المرمى المهدي بن عبيد الناشط في صفوف نادي الجيش الملكي الذي عاقبه ناديه بإنزاله لفريق الأمل. وتبقى 5 أسماء أخرى مرشحة لتكون حاضرة في قائمة المنتخب المغربي، من بينهم الوافد الجديد أسامة الصحراوي لاعب نادي ليل الفرنسي الذي نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تغيير جنسيته الرياضية من النرويجية إلى المغربية. كما يرجح أن تسجل قائمة أسود الأطلس عودة آدم ماسين الظهير الأيسر لنادي تورينو الإيطالي، والمهاجم أمين الوزاني الذي يقدم عروضا قوية برفقة فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي. ومن جهة ثانية ارتفعت حظوظ لاعبين 2 من البطولة الاحترافية قد يدخلان في القائمة النهائية بعد استدعائهما للقائمة الأولية. يتعلق الأمر بأمين زحزوح نجم الجيش الملكي ويوسف المطيع حارس مرمى الوداد الرياضي. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم المحتوى الذي نقدمه لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب ومتابعة الصفحة لتكونوا أول من يتوصل بجديدنا. شكرا لمتابعتكم ودعمكم، ونراكم في الفيديو القادم.